تخيل إنك واقف في قلب مصر القديمة والسما بتسود فجأة بخسوف كامل للقمر. بالنسبة للناس زمان المشهد ده ما كانش مجرد ظاهرة فلكية، كان لغز أو رسالة من الآلهة. المصريين القدماء ربطوا القمر بالإله خنسو، ولما القمر بيختفي كانوا بيشوفوا إن دي معركة بين خنسو وقوى الظلام. في حضارة المايا كانوا بيقولوا إن في نمر سماوي بيهاجم القمر، وفي الهند في أسطورة بتقول إن في شيطان اسمه راهو بيبلعه. أما في أوروبا في العصور الوسطى كان الخسوف نذير شؤم بموت ملك أو حرب جاي، نفس الظاهرة الطبيعية لكن كل شعب شافها بطريقته. المصريين القدماء ما اكتفوش بالخوف أو بالأساطير، لا دول برعوا في علم الفلك، والدليل نقوش الزودياك بتاع دندرة اللي بتبين قد إيه كانوا متابعين حركة الشمس والقمر والنجوم بدقة مدهشة، وبتثبت إنهم عرفوا مواسم السنة وتابعوا الأبراج وسجلوا الظواهر الكونية اللي زي خسوف القمر. فواحنا بنشوف الخسوف بعين العلم دلوقتي، تحبوا ترجعوا بالزمن وتعيشوا اللحظة دي بعيون المصريين القدماء؟